السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا أتم صحة وأحسن حال. هعمل معاكم النهاردة إن شاء الله بإذن الله بسكوت برضو للمدرسة ولأي حد، يعني جميل برضو في كل الأحوال. بسكوت بالشوكولات. حاجة كده جميلة وبالقرفة، حاجة كده جميلة وطعمها حلو ونكهة كده بتاعت القرفة بتخليها جميلة جدا مع الكاكاو. يعني هنسمي الله. معانا كوباية وربع سكر، معانا كوباية الا ربع زيت، معانا 4 معالق كاكاو، 2 بيض، معلقة قرفة، رشة ملح، كوباية لبن، 3 كوبايات دقيق. وهنسمي الله كده. السكر، نحط السكر، البيض، فانيليا، اللبن عشان لو ايه نخلي حبة كده لو عوزنا تاني، الزيت، طبعا ما حطيتش اللبن كله، يمكن ما نحتاجش لسائل تاني، يعني نكمل بالعجينه يبقى كده مظبوط. الدقيق نحط عليه البيكنج باودر، معلقه، معلقه ونص. لو معلقه صغيره يبقى معلقتين صغيرين، عشان انا حاطه 3 كوبايات دقيق. الكاكاو، كاكاو خام طبعا، القرفه، هنحط بقى ايه السائل اللي يا دوب بنلمه، بس احنا ما بنعجنش البسكويت خالص. زي ما انتم شايفين العجينه طالعه زي الفل. هنبتدي بقى نكورها. تعملها بقى كبيره، تعملها صغيره، ده حسب ما انت عايزه. هنبتدي بقى ايه نبططها كده. اخلص بقى الصاج واوريه لكم. وادي الصاج خلصناه، بنبططه بقى كده. عايز تعملوا شكل بالشوكه اعملي له. بس كده بقى احطه في الفرن على 180. وزي ما انتم شايفين احلى بسكويت بالشوكولاته. بس حلو ازاي.
طبعا انا ما حشيتش من جوه حاجه، كنت عامله قبل كده بسكويت وحاطه فيه من جوه شوكولاته كده قبل البدايه. النباتي ما حطيتش حاجه. وفي نفس الوقت ايه ممكن تحطي من فوق برضو اي حاجه اللي انت عايزاه يعني. ما حطيتش حاجه خالص. ده طبعا ينفع للانش بوكس قوي قوي، لاي طفل يمسكه في ايده ياكله كده يبقى مبسوط منه قوي قوي يعني. احط كده شويه جوز الهند افتحه شويه. يا رب يعجبكم وتعملوه. حاجه كده برضو مش مكلفه وفي نفس الوقت بسيطه سريعه. تنفع اللانش بوكس وتنفع نشرب بيها شاي الصبح ظهري بالليل اي وقت. حاجه جميله طعمه والله العظيم يا جماعه رائع رائع بجد يعني. يا رب يكون عجبكم وتعملوه. لايك وشير وفعلوا الجرس عشان الوصفات توصلكم. ميرسي قوي. السلام عليكم.